الله وبركاته. أخواتي، اليوم راح نقدم لكم ترفيس على طريقة تبسية من وصفات وتدابير لوجه الله، من دقيق، شمية، كاوكاو، غرس، زبدة، عسل، ملح. 2 كيلات دقيق، شوية على السميد هذا حكمناه في مقلة وبدينا نقلو فيه، نحمرو فيه بالعقل ونحركو باستمرار، نحركو بالزربة، مش نقعدو نحركو لا بالزربة هكا. هاو كيفاش كان وهاو كيفاش ولا. هذا مقلي وهذا جديد. عم 2 كيلات بهذه. نديرو فيه طرف شامية اللي هي حلوة الترك، نخلو شوية الزينة، كاوكاو قليناه شوية ورحيناه، خليناه شوية أحرس. غرس نقيناه مليح. زبدة والمكونات يكونوا الدقيق يكون سخون، الغرس يكون سخون، كل سخون في سخون باش يتعجنوا ليكم. وكذا ونعجنوها في بعضها، وكذا اللي ناقصه شويه زبده نزيدوها. نبدو نعجنوها مليح حتى يدخل كلش في بعض، المكونات كل يدخلوا. نزيدو طريف زبده ونبدو نعجنو حتى يتمسكوا كلها في بعضها. طريف ملح باش ما يجيش مسوس، طريف ملح عينكم مزيانكم. واحد نص مغرفه تاع قهوه، نص مغرفه ولا اكثر شوي، حسب البول هذا. ومعجن كلش في بعضها. هكا نعجن ليه حتى يولي كله كيما العجينه. نستمر في العجن حتى يتعجن مليح، حتى يتجانسوا كله مع بعضاه. كذا اللي ناقص غرس نزيدوا ليه شويه، هاكم تفهموا نتوما. ثم نضيف شويه عسل، ماذا بيكم يكون عسل حر، كما كانش حتى العسل عادي. ها خواتي، شوفوا تعجن ولا طري. كي يجيكم ناقص شويه عجنوه مليح، دروك الغرس هذاك يدخل في الدق. وكان جاكم شويه كيما نقولوا زيدوا شويه شربات ولا زيدوا شويه عسل، زيدوا شويه عسل والا تطروا بشويه شربات وخلاص، وعجنوها ومن بعد تشوفوها مع التقديم. ونبدو نشكلوها، تشوفوها صحن التقديم ان شاء الله. نبدا نطرحو على طاولة غفاي، نطرحو بيها كما نقدروش نهزو القراص. نخلوه شويه مرتفع، ما نرقوشو بزاف، ونشكلوه. اخواتي، بعد ما طرحناه 1 سنتيم ونص، درنا هكا البلاستيك هذا والطابع اللي هو هذا، اي طابع تحبوه نتوما، المهم ديروا بلاستيك هذا وتطبعوا. تطبعوا هاك، يخرج لكم هاك. نزيدوا نعاودوا واحده اخرى، نزيدوا نعاودوا واحده اخرى هكذا. ما تخلوش حتى بلاصه، اقتزجوا بيان باش ما تتعبوش. بوب وهكذا حتى تشكلوه كامل. اخواتي، تجيكم الكعبه مليحه وتجيكم بومبي شويه.
اخواتي هاو بعد ما زيناهم، هذم درناهم بالكاوكاو، وهذم بالشاميه، وهذم خليناهم سامبل، هذم بالدراجي باللوز، وهذم بالكاوكاو. يتقدموا مع اللبن وبصحتكم ان شاء الله، وجربوه فيه الفوائد الكل. ها سيدتي، وجربوه كان عجبكم ما تنسونيش بدعوات الخير، وما تنسونيش بجيم واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.